السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تاني بنقول ألف مليون مبروك صعود نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعد الفوز على أرض سولار الجيبوتي بنتيجة 4-1. هو اللي محروق محروق ليه؟ هو اللي متضايق متضايق ليه؟ أنت متضايق ومحروق عشان إحنا كسبنا؟ يا أخي سيبنا باللي إحنا فيه. يا أخي أنت لو عندك ربع اللي عندنا مش هتمشي من هنا لقدام خطوتين. أنت عمرك أصلا ما عشت اللي إحنا فيه. اللي إحنا فيه اللي طول عمرنا بنعاني منه للأسف. انت اللي جالك حل مجلس إدارة وتاني يوم اتلغى القرار. اهلا بكم في قناة الكرة مع اسلام. اهلا بكل جمهورنا العزيز وجمهور الزمالك في قلبي. مليون مبروك يا زملكاوية. لايكاتكم مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس امرا ديسلايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة. يا رب كلكم تكونوا مبسوطين والنهارده دماغكم رايقه وعلى العال وفل الفل، وكل واحد يشرب كوبايه الشاي كوبايه القهوه بتاعته بمزاج رايق جدا جدا جدا. الحمد لله كسبنا 4. افتتح تسجيل الاهداف يعني النجم الجميل يوسف اوباما. تاني الاهداف فرحنا اباتشي شيكابالا. الثالث زيزو. الرابع ما تنساش حمزه المسلوسي. لكن هقول لك كلمتين ورد غطاهم. اللي حصل ده عشان جمهور نادي الزمالك العظيم، الجمهور اللي كان في المدرجات، اللي هتف من اول دقيقه لاخر دقيقه. لو جمهور غيره كان زمانه عمل اللي ما يتعملش. تعرف ليه؟ الشوط الاول خسران خارج 1-0، العمليه اتصعبت، لازم تجيب 4 والموضوع بقى صعب. كان ممكن يهاجموا اللعيبه ويشتموا اللعيبه، لكن جمهور عاقل فاهم عارف هو بيعمل ايه. لكن اقول لك والله ايه اللي حصل لي انا بعد انتهاء الشوط الاول. الحل الوحيد كان قدامي ان انا احسب السيناريو ممكن يمشي ازاي. قلت يا رب بعد 5 دقايق او قبل 5 دقايق نجيب جول، وقبل انتهاء الربع ساعه الاولى نجيب الجول الثاني، وقد كان. وقلت في خلال نص ساعه نكون جايبين 3 اجوال، وقد كان. وفي اخر ربع ساعه من الماتش يا رب نجيب الرابع، والحمد لله ربنا استجاب. وقعدت ادعي جامد بين الشوطين. الحمد لله والشكر لله. مليون مبروك الفوز. ربنا ما يشمت فينا حد ابدا ابدا ابدا. ربنا ما يخلي حد يفرح فينا ابدا ابدا ابدا. اللي بيحصل عاوزين نطمن على مصطفى شلبي، والحمد لله دكتور محمد اسامه الراجل الزملكاوي الاصيل طمنا على مصطفى شلبي. قال لك من كثر الاجهاد اللي عاناه طول المباراه شايل الماتش شايل الماتش. جاله حاله اغماء والحمد لله فاق وفوقناه وقام حيا الجماهير. ثانيا احمد ابو الفتوح عنده شد خفيف. ثالثا نجم اللقاء، ان كلهم نجوم بس بجد يوسف اوباما. يوسف اوباما اللي ياما تهاجم سنين وسنين. يوسف اوباما اللي قال لما انا امشي واسيب الزمالك وده يمشي ويسيب الزمالك يفضل الزمالك لمين. اوباما قرر يلعب وينزل وهو مصاب، عنده شد او ثقل في العضله الاماميه، مخاطره نزوله، لكن قال لك انا لا اتحمل. وقدر يعمل كل حاجه بسم الله ما شاء الله. كان رمانة الميزان، يستلم ويسلم ويطلع على الوينج ويطلع في قلب ال 18 وينزل يستلم من نص الملعب. عمل شغل ب3 لعيبه. الله اكبر عليه. مليون مبروك الفوز. فوز ولا احسن ولا اروع من كده. فوز بعد معاناه، فوز بعد تعب، اصعب فوز واجمل فوز على راي والدي العزيز. طيب مبدئيا كده، بعد ما اصول يقرر ان اللعيبه تاخد اجازه يومين وان شاء الله يرجعوا التدريبات تاني عشان خاطر مباراه يوم السبت القادم امام النادي البنك الاهلي. لعيبه نادي الزمالك الحمد لله نفسياتهم مرتفعه جدا، واتكلموا بعد المباراه انهم لازم يقفلوا الصفحه دي ويبصوا للدوري الى ان ياتي او تاتي قرعه دور المجموعات. قرعه دور المجموعات اللي ان شاء الله هتبقى يوم 6 اكتوبر في جوهانسبرج في جنوب افريقيا. كل التوفيق وكل الدعم نادي الزمالك. عايز اقول لك كمان ان كابتن اسامه نبيه ابو يوسف اسامه نبيه خرج من دور ال 32 في الكونفدراليه مع المريخ السوداني اللي هو بيدربه امام يانج افريكانز التنزاني بنتيجه 3-0 في مجموع اللقاءين ذهاب وعوده. كمان عايز اقول لك ان مش هقول مين، لكن حد عزيز علينا بكى في اوض خلع الملابس بعد انتهاء المباراه وبعد فوز الزمالك. دموعك غاليه، مش هنقول انت مين. كمان عايز اوجه كلمتين لشادي عيسى اللي هو بيقول لك مكسوف جدا ومش عارف يداري وشه ازاي ويعمل ايه. شادي عيسى اللي راح منزل بوست وقال لك وما تنسوش توجهوا الشكر للمرتضى منصور وابنه امير ومجلس ادارته على الفريق
اللي خلى المنظر ده فريق بيلعب ارتا سولار الجيبوتي. ما تنسوش التحيه ليهم. يعني بيتجنى على الفريق وبيقول ان الفريق يعني ده منظر، ده فريق، بدل ما يدعم عشان هو صوته مسموع انت المفروض تدعم. لكن ما كفايه بقى، خليك للزمالك ومن اجل الزمالك. سيبك من الرسائل اللي بتوجهها في اتجاهات معينه لاغراض معينه. خليك مركز مع الزمالك. انت بجد بتتكلم وناس كتير بتسمعك، لكن للاسف بتقول كلام كتير لاهواء معينه. يمكن البوست اللي نزله ده عايز يمسحه، حتى لو مسحته ما هو سكرينات عند ناس كتير. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي؟ طيب، ايه تاني معانا في الاخبار وايه اللي بيحصل؟ عايزين نقول بقى حاجه مهمه جدا جدا ان شاء الله هتحصل خلال الايام القليله المقبله. اللجنه المؤقته داخل نادي الزمالك بدات تتكلم مع مصلحه الضرائب على جدوله الضرائب، وبداوا يتواصلوا مع الاستاذ ممدوح عباس لرفع الحجز عن ارصده نادي الزمالك. هل الاستاذ ممدوح عباس هيوافق على رفع الحجز عن ارصده نادي الزمالك ولا مش هيوافق والدنيا هتتعقد؟ نتمنى ان كل محب الزمالك واللي قريبين من الاستاذ ممدوح عباس زي كابتن حسين لبيب وزي كابتن احمد سليمان، الناس دي تتدخل اتكلموا معاه. نادي الزمالك في امس الحاجه لاي بارقه امل، لان الفترات اللي جايه واللي فاتت صعبه جدا. لازم كلنا نبقى على قلب رجل واحد مهما كانت الظروف. ولو انت يا عم عندك عداوه مع فلان وانت عداوه مع علان، بص للزمالك ومصلحه الزمالك وارمي ده كله ورا ظهرك عشان خاطر الكيان. كيان كبير اسمه نادي الزمالك العظيم. طيب، ايه اللي حصل؟ هقول لك حكايه محمد صبحي ومحمد عواد. وسوريو بعد ما ضغطوا عليه الجهاز المعاون وقالوا له محمد عواد لازم يقف ولازم ياخد الفرصه ولازم يتواجد مره اخرى في ظل هبوط مستوى محمد صبحي، سوريو اخيرا وافق ووقفه، والحمد لله. الحمد لله كان وشه حلو علينا، ما اختبرش كتير والجول لا يسأل عنه بالمره. واخلاق محمد عواد بعد المباراه انه يحضن محمد صبحي كده. محمد عواد ده جدع، جدع قوي فوق ما تتخيله. بجد والله العظيم حكايه تانية، حكايه كبيره جدا اسمها محمد عواد. اصيل، ابن ناس اصيله. طيب، هل دلوقتي نادي الزمالك الفتره القادمه هيلعب في الدوري بنفس طريقه وتشكيل اسوريو شوط وشوط؟ اسوريو حيرنا، اسوريو تعبنا بجد، اسوريو بجد والله العظيم احنا تعبانين عشان خاطر شوط وشوط. شوط ابقى وحش وشوط ابقى حلو، شويه كويس شويه مش كويس. ليا تعقيب بسيط، لعبت باتنين راس حربه يا اسوريو، باتنين، وفجاه خرجت الاتنين. مش هقول اكتر من كده. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. مليون مبروك فوز نادي الزمالك العظيم على نادي ارتا سولار الجيبوتي، ولا عزاء للحاقدين الكارهين اللي هم مستنيين وقوع نادي الزمالك. لكن المحترمين واللي باركوا لنا وهنونا بنقول لهم تسلموا، انتم محترمين. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القدر افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.